حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن واحد من أجمل المسلسلات الكورية اللي شفتها في حياتي، مسلسل ماي مستر أو عزيز الأجاشي. أحلى ما في المسلسل ده إنه ليه عالم خاص كده جميل وجذاب وعذب، تحس بالراحة والهدوء بالرغم من كل الاسترس والتوتر اللي موجود في الأحداث. مش كتير الأعمال اللي اتفرجت عليها في كوريا اللي بتتكلم عن المشاكل الاجتماعية بالعمق ده وبالإنسانية المبالغ فيها قوي دي، وفي الغالب لما العمل بيبقى واخد النهج ده بيبقى في اغلب اوقاته ممل شويه. لكن على العكس في مسلسلنا، المسلسل من اول لحظه لحد ما بينتهي وهو بيجري بسرعه الصاروخ لدرجه ان انا ما كنتش عارف اوقف الحلقات اصلا. الصراع بيبدا لما البطل بيتحط في ظروف صعبه جدا وبيضطر انه يقبل رشوه، او كان هيقبلها، والرشوه دي بتتسرق عن طريق البطله تلعب دورها ايو. تعالوا نقف هنا ونتكلم عن شخصيه ايو شويه، لان هي من اول حلقه للحلقه الخامسه مثلا ايه ده، كم الصنعه في الكتابه والابهار ان اكره الشخصيه دي من اول ما اشوفها. شخصيه جامده جدا، عنيفه، اكنها قطه شوارع ما شافتش يوم امن في حياتها. كل تصرفاتها انانيه، عايزه طول الوقت تضمن لنفسها اكل شرب، مش فارق معاها رد فعل حد، ما بتتعاطفش، ما بتنفعلش. شخصيه فعلا تبان لاول وهله كده ان هي كريهه وما ينفعش ان هي تبقى بطله. لكن مع كل مشهد بننغمس فيه مع الكاركتر ده بتلاقي نفسك بالرغم ان انت كارهها. انا اول مشهد شفتها بتتضرب فيه من الولد اللي كان مضايقنها وطول الوقت بيضايقها وبيتنمر عليها وبيعذبها يعني بشكل او باخر، كنت مبسوط فيها. اللي هو شخصيه فعلا مبنيه او بتتقدم من اول مشهد ليها ان هي تستحق ده. لكن بمجرد بقى ما بتبتدي تخش تشوف حياتها مع جدتها، مع معاناتها مع الفقر، مع الظروف اللي نشأت فيها والجريمه اللي اتورطت فيها او اضطرت تعملها عشان تدافع عن جدتها وعن نفسها، تتعاطف معاها وتحبها بالتدريج لدرجه ان انت هتنسى كل اللي بيحصل في المسلسل وهتبقى بالنسبه لك الشخصيه دي هي المحور بتاعك. بالرغم ان البطل قصته اقوى بكتير وقصته مؤثره لدرجه ان هتغيرها بالتدريج. يعني هي المفروض بتتقاطع الطرق بينها وبين البطل، ان هي سرقته، رجعت الفلوس اللي سرقتها، بتلاقي نفسها في صفقه انها تتجسس على البطل وتخرب حياته عشان يترفد من الشغل في مقابل مادي كبير هيخليها تدفع الدين اللي عليها وتهرب من التعذيب اللي بتتعرض له طول الوقت. لكن بمجرد ما بتراقبه وبتتجسس على موبايله وبتعيش حياته لحظه بلحظه بتتغير بالتدريج. بتلاقي نفسها قادره تشوف وجه اخر من الانسانيه هي عمرها ما شافته. راجل بيتعرض لكل انواع الضغوط، مراته بتخونه، حياته بايظه في الشغل، على وشك ان هو يترفد، كل حاجه ضده، وان كان هو راضي بده. وده مصدر قوه الشخصيه، ان هو شخص قرر انه ما يدخلش اي صراع على اي منافسه تخليه يروح في مكان ابعد من اللي هو فيه، وهو راضي ومبسوط باللي هو بيعمله ومستمتع بيه جدا. وفي لحظه بيبتدي ينهار لوحده وهي بتشوف انهياره ده، لكن بمجرد ما بينهار بيرجع يقف تاني ويفكر نفسه انه ما يقدرش يسمح لنفسه بالانهيار ده. ومن هنا هي بتبتدي تفهم ان مش كل الوقوع انهيار، بالعكس احنا ممكن نقع لكن ممكن نقوم بعدها على طول. ارتباطها بالمواقف اللطيفه والانسانيه ومساعداته الغير مشروطه للغير طول الوقت ومسامحته حتى للي بيغلط فيه من زمايله من اصدقائه غريبه بالنسبه لها. انت ليه ما بتنتقمش؟ ده عمل فيك كذا، ده سوى فيك كذا، لازم تنتقم منه. هو ما بينتقمش. المره الوحيده اللي انتقم فيها انتقم لاخواته اللي اتهانت كرامتهم قدام امهم، وسمعت منه حوار لما كان بيكلم الشخص اللي تنمر على اخوه الكبير ودمره نفسيا قدام امه. قال له انا بستحمل اهانات من اي حد وما عنديش مشكله ان يتعمل فيا اي حاجه طول ما عيلتي ما تعرفش ان ده بيتعمل فيا، لكن بمجرد اما حد فيهم يعرف او يشوف اللي انا شفته ده ما اقدرش اتراجع او اتهاون فيه. الشخصيه دي بتبقى بالنسبه لها فعلا المستر اللي بيعلمها عن الحياه وبيخليها تفرج عن مشاعرها المحبوسه اللي هي رافضه تبينها لاي حد او تديها لاي حد، لان بالنسبه لها كل الناس دي ما تستحقش اصلا الشفقه او الرحمه، وان اي حاجه تقدر تهبشها او تنولها لازم تعمل كده فورا لان ده حقها. فالكاركتر او الرحله او الارك بتاع الكاركتر ده وهو بيتحول بالتدريج يخرب بيت الجمال والمتعه والمزيكا والاغاني اللي في الخلفيه طول الوقت ملهمه بشكل مش طبيعي. فعلا المسلسل ده يستحق كل الضجه اللي انا سمعتها عنه. المسلسل في مكان تاني خالص خالص بجد. فانا ارشح المسلسل ده لاي حد ما اتفرجش عليه لسه، اتفرج عليه وانت مغمض. مسلسل جميل جدا وتقييمي ليه 10 من 10. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.